السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو على السريع كده بنتكلم النهاردة عن حسام عبد المجيد. عايزك تحط حسام عبد المجيد على الشاحن النادي الأهلي بنسبة 99% إن حسام عبد المجيد هيقدر يمضي مع النادي الأهلي في شهر واحد. طب هتقولي ازاي في شهر واحد؟ ده لسه فاضل له الموسم دوت مع الزمالك ولسه فاضل له سنة كمان الموسم اللي جاي. ازاي هيمضي في شهر واحد يا باشا؟ انت بتحور علينا ولا ايه؟ هقول لك اللي فيها. حسام عبد المجيد المفروض ان هو فاضل له سنتين في عقده مع نادي الزمالك. السنتين دولت اللي هو السنه الحاليه، الموسم الحالي والموسم اللي جاي لسه. طب ايه ازاي هيمضي بقى مع الاهلي في شهر واحد؟ العقد للاسف بتاع حسام عبد المجيد في نادي الزمالك فيه ثغره. انا ما اعرفش ازاي العقود دي بتتعمل في نادي الزمالك. نادي كبير زي نادي الزمالك عنده خبره في صيغه العقد، ازاي يعمل عقد للاعب كبير زي حسام عبد المجيد ويعمل له ان اخر سنه في العقد بتبقى بالمشوره. يعني ايه بالمشوره؟ يعني لازم تبقى برغبه النادي وبرغبه اللاعب. بمعنى ايه؟ يعني اخر سنه للاعب دي التجديد بتاعها لازم يكون عليه موافقه بين اللاعب والنادي. المفروض ان الشرط ده لما بيتكتب في العقود بيتكتب على النادي فقط. يعني انا مثلا جبت لاعب ومضيت معاه 3 سنين، اخر سنه دي انا ليا الحق فيها ان انا اقول له كمل معايا السنه دي ولا لا، انا كنادي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا جبت لاعب ومضيت معاه 3 سنين، في اول سنتين اللاعب ده ما كانش في المستوى اللي انا متوقعه، انا ممكن ساعتها يبقى هو السنتين دولت وانهي العقد معاه رسمي بدون اي قواضي او بدون ان اللاعب يقدر يشتكيني في الفيفا. انا خلاص انا كاتب في العقد ان اخر سنه دي بتبقى بموافقه النادي فقط. لكن للاسف ان العقد اللي بتاع حسام عبد المجيد مكتوب ان اخر سنه دي شرط لازم تكون بموافقه النادي واللاعب. يعني حسام عبد المجيد لو جه شهر واحد مضى مع النادي الاهلي يحق له، لانه هيبقى السنه اللي بعديها هيقول للنادي انا مش موافق ان انا امد موسم تاني، ويحق له ان هو ينهي التعاقد مع نادي الزمالك ويتجه للنادي الاهلي فري، لانه وقتها هيكون اللاعب اكن عقده بالظبط انتهى مع النادي. ده اللي دلوقتي داير، وهم بيحاولوا يقنعوا حسام عبد المجيد ان هو يكمل ويمضي على الموافقه مع نادي الزمالك على اخر سنه ويتباع عادي، مفيش مشكله. مفيش يعني هم دلوقتي نادي الزمالك فتح الباب لكل اللعيبه ان انت هات لي عقد وتباع، بس على الاقل انا اكسب فيك بدل ما تطلع من عندي فري زي ما لعيبه كتير طلعت من عنده فري واخرهم زيزو. دلوقتي محمد اسماعيل نفس القصه. الزمالك قال لك لو جاي لي من كفر الشيخ عقد اعلى، بس هو هياخد اعلى عقد. يعني ايه؟ يعني لو جاي لي من كفر الشيخ 3 مليون دولار والنادي الاهلي مقدم لي مليون دولار، لا انا هبيعك لكفر الشيخ. كذلك حسام عبد المجيد هم بيحاولوا دلوقتي يقنعوه ان هو يمضي الموافقه عشان يقدروا يبيعوه ويكسبوا منه فلوس. لو انت وصلت معايا لغايه هنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تتابع معانا كل جديد. سلام.